شوف حمات عملت ايه عشان تتخلص من مرات ابنها. بتكسر ازاز اللمبه بتحطه في العصير وبتروح تديه لمرات ابنها، وابنها بيقول لها النهارده هنروح عند الدكتور عشان نطمن على ابننا. وكان خلاص راح هو يشرب من العصير بس بتاخده منه وبتقول له ده مش ليك. والبنت بتقول لها انا ماليش نفسي اشرب دلوقتي، فبتروح بسرعه عند الدكتور قبل ما يروحوا وبتقول للدكتور ابني ومراته هيجي عندك دلوقتي، عايزاك تقول ان الطفل اللي بطنها ده مش ابنه. ولما الدكتور بيرفض اللي هي بتقوله بتديله فلوس كتير قوي، بس برضه الدكتور ما برضاش يدمر علاقه عشان الفلوس، او بتقول له لو ما عملتش كده هتبلى عليك واقول انك بتحاول تتعدى عليا. فبوافق غصب عنه عشان كده هيطرد. وبعد شويه وهي عند الدكتور فجاه بيدخل ابنها ومراته وبيتصور اول ما بتشوف امها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا، وبتقول له كنت تعبانه بس وبكشف. والدكتور بيقول له التحاليل طلعت اهي. ولما بيبص فيها بيكتشف ان الولد اللي بطنها ده مش ابنه وبيحسب انها بتخونه. امه بتقول له صدقت كلامي وبيقرر ينفصل عنها. ولما بيروح بيكون حزين جدا على مراته وان ده مش ابنه. ومراته بتروح البيت وبتقول له طلعت امك كانت بتعمل ايه عند الدكتور لما في الاول خالص رحنا عملنا تحاليل. وابنها بيتصرف وبيقول لها صح انت كنت بتعملي ايه هناك، وامه ما بتعرفش تقول ايه. وامه بتقول انا هقول لك. امك كانت عند الدكتور وبتديله الرشوه عشان يعمل تحليل مزوره ويقول ان ده مش ابني وما تعرفش تقول ايه. فابنها بيطردها من بيته. هل شايف عمل الصح ولا لا؟